يا ريتني ما جبتك للدنيا، أنا زهقت منك، أنت هم على قلبي. ابن عمك أشطر منك، ابن خالك أذكى منك. الفيديو ده مش بس شوية كلام، دي رسالة من القلب لكل أب وأم. في تصرفات كتير جدا عملتوها زمان فاكرينها تربية، بس الحقيقة هي السبب في عقد نفسية ومشاكل لأولادكم لحد النهاردة. لو كنت بتعملها صدقني هتدمر ولادك، ومش ببالغ لما بقول هتدمرهم. أولا، المقارنة. ابن عمك أشطر منك، ابن خالك أذكى منك. شوف ابن الجيران بيعمل ايه وانت لأ. ليه؟ على أي أساس تقارن؟ هو ابنك، هو نفس الظروف، نفس القدرات، نفس المعاملة. الكلام ده مش بيشجع، ده بيحبط، بيكسر جواه الثقة، وبيزرع جواه شعور إنه قليل، ويمكن يفضل شايل ده جواه طول عمره. ثانياً، إنك تحسسه إنه عبء. يا ريتني ما جبتك للدنيا، أنا زهقت منك، أنت هم على قلبي. عارف الجملة دي بتعمل إيه في قلبه؟ بيحس إنه حمل تقيل ما يستحقش يكون موجود، وبيبدأ يخبي مشاكله وما يطلبش حاجة علشان خايف من رد فعلك، أو يمكن حاسس إنه ما يلزمش. ثالثاً، الوعود الكذابة. لو نجحت هجيب لك موبايل جديد، لو جبت مجموع عالي هجيب لك لابتوب. ويجي النجاح ومفيش حاجة بتحصل، لا موبايل ولا لابتوب ولا حتى كلمة تقدير. النتيجة فجوة، بيحس إنك خنته، وبيفقد الثقة فيك وفي كلامك وفي وعود الكبار. رابعاً، الشتيمة والضرب والتخويف. يا حيوان، يا غبي، هات الحزام، أنا هكسر دماغه. عارف ده بيعمل إيه؟ بيزرع جواه خوف ورهبة، وبيخليه يكذب حتى في أبسط الحاجات علشان خايف من رد فعلك. وأخيراً، التفرقة بين الإخوات. تدلع ده وتزعق لده، تسمع ده وتتجاهل التاني. النتيجة كره، حقد، وقلوبهم بتتفرق بدل ما تقرب. وعلشان انت مش واخد بالك، العيال بتكبر بس الجرح اللي جواهم بيكبر معاهم. الخلاصة، ممكن دلوقتي انت مش شايف اي تأثير، بس بعدين هتشوفه لما يكبروا، لما يبقوا شباب، هتشوف في تصرفاتهم صدى لكلامك القديم. فبالله عليك حسن تربيتك، ادي حبك قبل نصايحك، واحتويهم قبل ما الدنيا تحتويهم. بس كده. لو الفيديو لمس قلبك شارك الرسالة دي مع كل أب وأم تعرفهم، وسيب لنا تعليق برأيك علشان ده بيفرق معانا جدا، وبيساعدنا نكمل وننشر الوعي أكتر وأكتر.